أصدقائي كيفكم شعوركم؟ بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد. بعرف مشتاقين لي كثير، لا تكتبوا هالحكي بالتعليقات لحتى ما انحرج. اوكي. بهذا الفيديو بدي شارك معكم شوية فيديوهات وراح احكي لكم شوية قصص وكيف بلشت تصوير الفيلم وشو الصعوبات اللي واجهتها وهدول التفاصيل كلها. قبل ما افرجيكم الفيديوهات بدي احكي لكم شوية تفاصيل كيف اجتني الفكرة وكيف بلشت وشو الصعوبات اللي واجهتها. كيف اجتني الفكرة؟ بأحد الأيام عم بشتغل بأمان الله، ما في شيء قاطعني، عم بفكر وبعمق شديد يعني، وإذ تخطر لي فكرة بدي صور فيلم بعنوان أوسلندر. أوسلندر بالألماني بيعني من خارج البلاد. فهي كانت بداية الفكرة. كتبت الفكرة مباشرة على دفتر، كان معي دفتر صغير أكتب عليها أفكار وشغلات يعني، مباشرة كتبت على الدفتر فيلم عنوان أوسلندر. هذا الحكي كان بشهر 7 بسنة 2023، يعني بعد وصولي لألمانيا 3 شهور أو 4 شهور تقريبا. ابتداء من هذاك اليوم بلشت الفكرة تكبر براسي أكثر. بالبداية ما كنت مبلش كتابة السيناريو، بس كان هذا الدفتر اللي حكيت لكم عنه، وينه؟ لحظة ليكم موجود. هذا الدفتر كان دائما معي، فمن هون بلشت الفكرة. بلشت أكتب ملاحظات على الدفتر، وبعدها بفترة قصيرة بلشت كتابة السيناريو. طولت بكتابة السيناريو، إذا بلشت فيه شهر 9 ضليت عم بكتب فيه لشهر 5-6 هالسنة، يعني ضليت فيه شهور. ليش شهور؟ يعني هل كانت الفكرة كل هالقد عظيمة وصعبة؟ مو هيك هي، بس كان وضعي صعب يعني، جديد أنا كنت هون. هلا بس أورجيكم الفيديوهات وهيك رح تشوفوا ورح تحسوا فيني شو كنت عم بعاني أنا بأثناء كتابة السيناريو. ومشان موضوع التكاليف رح أحكي لكم عنه بعد ما نشوف هدول الفيديوهات، شاد كلفني هذا الموضوع كله. بس قبل ما نشوف الفيديوهات بدي ارجع اتشكر كل حدا ساعدني لحتى صورنا هذا الفيلم. بدي اذكر بعض الاسماء الاشخاص الرئيسيين اللي كانوا غالبا موجودين: محمد سينو، اصلان سينو، شيرفان رشيد، دلشير محمد. شيرفان رشيد ما شفته، كان خلف الكاميرا دائما لانه كان يساعدني بالتصوير، ما قصر يعطيه العافيه مع انه مو مجاله. كنت انا وقتها بفتره كثير صعبه يعني، نفسيا كنت محطم، كان علي حمل كبير. تصوير، هذا مشهدك، هذا مو مشهدك، بدي راقب المشاهد ظابطين ولا مو ظابطين. في دوري انا بدي امثل اصلا يعني، ما كان فيها المجال حتى اركز على ادواري، اركز امثل يعني، افوت بالجو. فكانت فتره كتير صعبه، وانا مبسوط كتير انه خلصت. عن جد حسيت بعد ما خلصت المونتاج، انا حتى بعد ما خلصنا التصوير، اوكي شباب خلصوا مبسوطين، انا كان علي مونتاج مو طبيعي. كان عندي 400-500 جيجا بايت فيديوهات، يمكن والله نسيت كم جيجا بايت، انا مسحتهم كلهم. كان عندي فيديوهات كتير كتيره يعني، يمكن 900 مقطع فيديو كان عندي، هدول كلهم من الفيلم لازم ركبهم ببعض. واو، عن جد كان شيء فظيع. انا مبسوط كتير انه خلصت هذا الشيء. بغض النظر عن النتيجه مقبوله، بس كان ببالي انا لسه شيء اكبر من هيك. فالنتيجه حلوه الحمد لله. بس اكثر شيء زعجني بغض النظر عن الجوده، مو بالجوده الفكره، هو انه السيناريو تغير وفي شغلات ما قدرنا ننفذها. يعني كان اقل شيء لازمني بنتين بالفيلم، ما قدرت اجيب بنات، تخيلوا يعني. لو كان في بنتين كان راح يتغير كثير شغلات. في مشاهد انحذفت، في مشاهد ما وصلت الفكره مثل ما كاتبه انا يعني. بالتمثيل اختلف لانه كان علينا ضغط نخلص المشاهد بسرعه. مثلا واحد بده يروح عنده شغل بعد 5 ساعات، معنا 5 ساعات لحتى نخلص هالمشاهد وما بيخلصوا 5 ساعات، فكان علينا ضغط. في بعض المشاهد انحرفت الفكره، ما وصلت بالشكل المطلوب اللي كنت كاتبه. هذا اكثر شيء ممكن يعني يزعجني، بغض النظر انه الصوت في بعض المشاكل وبالتصوير كمان، هذا اكثر شيء ممكن يزعجني. بس الحمد لله يعني بالاخير خلصنا بخير وسلام. حتى كنت حاطط ببالي انه ممكن ما نكمل تصوير يعني، مسبقا حاطط قدامي احتمال ما نكمل تصوير، احتمال تصير مشكله، احتمال اي شيء يصير يعني. بس الحمد لله تمت اخير، خلصناها. اتوقع ما ضل حكيت كثير. هلا بدنا نشوف الفيديوهات واحكي لكم شويه تفاصيل وكيف كان الوضع. اوكي خلينا نبلش باقدم فيديو. هذا اول كامب كنت فيه. سامبني ونطون، هاي خيمه، نحن يمكن كنا 6 بالغرفه. هذا هو السيناريو اللي كنت عم بكتبه. كان عندي مدرسة كمان، إذا بتعرفوا يعني، بروح بتعلم لغة ألمانية، فبنسق بين مدرسة وأحيانا شغل، مو دائما. أيام ما كنت أشتغل. خلينا نشوف الفيديو الثاني. هذا كمان فيديو، هون كنت مسافر على هولندا، أتوقع كنت رايح على هولندا، فكنت عم بكتب السيناريو بالقطار. يعني كنت أستغل الوقت هيك، ما كان عندي وقت أبرك فيه هيك يوم كامل مثلا وأكتب السيناريو. مثل ما شايفين هذا هو السيناريو. حمودة، أصلان، أليسا، كل واحد اكتب دوره شو بده يحكي وهيك. هلا بلشنا بالثقيل. شوفوا هذاك الفيديو الاول فرجيتكم اياه، كنت بالكامب الاول، ما كنت مبسوط كتير، متمني اطلع من هنيك ينقلوني على مكان اكون على الاقل بغرفه لحالي او غرفه مريحه تكون. فكيفت، جاني فرز، قلت شكرا يا رب العالمين، واخيرا بدي اطلع من هون. رحت على كامب ثاني، طلع خلينا نشوف. عيفوا كل شيء، عيفوا الرعب اللي بالمشهد وركزوا لي على الصوت. تمام.
حضانة. شوفوا هون كنت عم صور بسناب شات. لا تركزوا على وشي، هذا الفلتر بيصغر الواحد. اوكي خلونا نسمع الصوت. هون انا يا كنت بدي ادرس يا بدي اكتب السيناريو، بس فهموني كيف بهالحالة اللي هلا بدكم تشوفوها ممكن ادرس او اكتب سيناريو. انا لحظة عم بتفرج، عم برجع بالزمن، عم بتذكر شو كانت الحالة. يعني هلا ممكن فيديو 20 ثانية ما تلاحظوا ما تحسوا بشي، اوكي شوي عجقة تقولوا، بس لما تكون موجودة هنيك صرعة، يعني تبرك نص ساعة بتحس حالك دخت خلص لازم تطلع لازم تنام. ما فينك تضل يوم كامل هيك وتركز تعمل شي شغلة، مستحيل. هي كانت الغرفة. اسمعوا الصوت، هون الصوت لسه أعلى. هي كمان خيمة. والله انصرعت ما بدي اسمع حاج. بدي فرجيكم بنفس المكان فيديو تاني بس بالليل. بالليل كمان في صوت، يعني ما في راحة. هون ما بعرف. هون كمان كنت عم بكتب عن الفيلم، كنت عم بكتب ملاحظات وشغلات. سمعانين الصوت؟ حتى بالليل في عجقة، وحتى بنص الليل ساعة 2 3 بوش الصبح بفيق ولد وبيصير يبكي، بفيق كل الكامب. تخيل. شوفوا هالفيديو مو يعني كنت جديد بألمانيا والفيديو عم بيقطش، حتى تليفوني كان منتهي. خلونا نشوف الاندماج على اصوله. واخيرا صارت جاهزه، طبعا شغل ايدي. الفكره هي انه هون فاتحين افتتاح، يمكن ورشه خياطه هي. وقف. فاتحين افتتاح مو عاملين افتتاح، فاتحين. هاد الناس هون فاتحينها، يمكن فينك تيجي تصلح بسكليتك او اي لحظة لحظة. ورشه خياطه هي اللي شفتوها بالستوري قبل. هاد سمعتوا؟ الناس هون فاتحينها، يمكن فينك تيجي تصلح بسكليتك او اي شيء. ورشة خياطة فيك تجي تصلح بسكليتك، تخيل. انا ما كنت ملاحظ، حتى حاطة ستوري بتذكر هي، ما كنت ملاحظ على الغلطة هي، هلا شفتها. الادوات يعني، والعالم رايقه يعني عن جد احلى عالم. شوف الفيديو مقطش مكربج. في جاهز وفيك تسوي بايدك كمان. اوكي خليني اشرح لكم شو الوضع هون، شو اللي عم بيصير. كان عاملين افتتاح ورشة تصليح، يمكن بلاش فينك تجي تصلح اغراضك. وقت الكامب اعطونا ورقة انه عاملين افتتاح قريب علينا فيكم تروحوا له ببلاش. انا رحت. بس كنت جديد، يمكن 2 3 كان اللي بالمانيا وما بعرف الماني، يعني كلمات بعرف. فرحت لهنيك والعالم عم تعمل بيتزا، فينك تروح تعمل بايدك وتعطيهم بحطوا لك اياها بالفرن. فرحت. والله ما بعرف، بتذكر اللقطات بس ما كنت بعرف الماني، يعني يا دوب كنت هيك افوت بين الناس واحكي معهم كم كلمه واترجم، يعني بالترجمه كنت اخلص حالي اكيد. بدك فينك حلويات. كان في بتذكر عصيرة الحلويات كان في وقتها حاطين حلويات، كنت حابب اروح اكل حلو بس خجلان ما بعرف شو بدي اقول لهم. عم فتت على الترجمة. كتبت جملة ماني متذكر شو كانت الجملة، بس المهم كتبت على الترجمة وتوكلت على الله. فتت حكيت معهم قلت هديك الجملة ومشي الحال. اخذت قطعة الحلو واجيت بركض. ببدلوا لبس لبعض، شو الترتيب مفهوم؟ ما ببدلوا لبس. اوكي قصة اللي ببدلوا لبس، هون بألمانيا في شيء اسمه فلو ماركت، يعني مثل ما بيقولوا عنا بازار شغلات مستعملة، بتلاقي تياب حتى، يعني بتجي بتشتري بأسعار رخيصة، وحتى هون يمكن ببلاش ماني متذكر. فأي حدا عنده أغراض ممكن يجي يعرضها ببلاش أو بسعر رخيص كتير. اللغة ما بعرف اللغة، أنا بمشي حالي، بعرف كم كلمة بمشي حالي هاد. وعمو جوجل عم بيساعدنا كثير، منيح، الأمور ماشية حلو. هذا الاندماج على أصوله. أوكي خلينا ننتقل على المرحلة اللي بعدها من حياتي، بعد مرحلة الكامب الثاني تبع الحضانة. خلينا بعدها نقلوني على مكان ثاني، على هايم، على أساس خلص أنا بلشت حياتي هلأ، رح أستقر محل مرتاح فيني أطبخ بإيدي أكل، لانه مليت من اكل الكامب، ضليت فيه شي سنه، فما عاد اخر فتره ما عاد اكلت من الكامب، ما عاد فيني، يعني صار بقلب معدتي. فانبسطت راح يفرزوني على هايم. المصيبه والكارثه اللي صارت هي اول شيء هي الغرفه، شوفوها، ها هو السيناريو، وهي الغرفه. كنا يمكن 6 اشخاص بالغرفه نفسها.
هذا على اساس هايم. الهايم مفروض يكون اضبط من الكامب. يعني ممكن انت واحد على قلب الغرفة وغرفة تكون مرتبة فيها خزانات، ما كان في عنا حتى خزانات. فهي هي المرحلة اللي بعدها نقلوني على هايم على اساس خلص راح استقر. طلع الهايم بغير منطقة اولا، وغير انه بغير منطقة صايرة باخرة هذيك المنطقة. مدرستي بالمنطقة الاولى اللي انا كنت فيها، فصرت اروح على المدرسة واجي 5 ساعات طريق، 2.5 ساعة روحة 2.5 ساعة جاية. افيق الساعة 6، 5:30 حتى، يمكن 5:30 والله ما متذكر. المهم كنت افيق الصبح بكير واطلع 2.5 لحتى اوصل على المدرسة، يعني 8:30 وحتى يمكن اتاخر كنت. فلما ارجع من المدرسة كنت منتهي اصلا، ما عاد فيني طاقة ارجع اكتب سيناريو او افكر. يعني دراسة فايق بكير، دارس 3-4 ساعات، على الطريق مرة تانية 2.5 3. فكان شيء متعب كتير. كمان عانيت بهذا الكامب. بعدين شوي شوي لحتى لقيت بيت. بعد فترة قضيت هنيك فترة منيحة، يعني كم شهر لحتى لقيت بيت وانتقلت. خليني فرجيكم شوية الجانب المظلم. بافي وحيدة. شباب درد كلم درد كذا، شبي منات شباي، درد كلم درد كذا، بويا هسترك العزمانة. اوكي حاج، هذا الجانب المظلم. اكيد في لكل واحد جانب مظلم كمان، جانب حزين. هذا بنفس الهايم الاخير اللي كنت فيه. اوكي هي كانت الفيديوهات. طبعا عندي كتير فيديوهات عندي على التليفون، بس ما قدرت الاقي كل شيء. يعني هدول اللي لقيتهم على السريع قلت نشوفهم واشرح لكم شو كان الوضع بوقتها. هي الصعوبات، ما كنت مستقر. هذا اكثر شيء يعني هو العامل الرئيسي. يعني ما كنت نفسيا ما كنت مرتاح، وما كان عندي الوقت الكافي كمان لحتى اركز بكتابة السيناريو. كان ممكن يكون افضل من هيك اكيد، بس يعني مثل ما بيقولوا مشوار ال 100 ميل يبدا بخطوه. هاي كانت خطوه. موضوع التكلفه، شد كلفني تصوير هذا الفيلم؟ اذا بلكم ما راح تصدقوا، الافضل ما اقلكم. لا عم بمزح. موضوع التكلفه، تكلفه الفيلم كامل ما بعرف ايش قد، بس فيني لكم انه ما كلفني شيء. ما حطيت مصاريف نهائيا غير المعدات. اشتريت معدات، اشتريت كاميرا، اشتريت مايك، اشتريت هيك كابلات وما كابلات، هيك شغلات اشتريتهم. واللابتوب اللي عندي اللي منتجت عليه كنت مشتريه لسه قبل بفتره. فهدول هن الغراض اللي اشتريتهم. هي التكلفه. لازمني اغراض بس، اعطوني المعدات الكافيه واحلى فيلم لعيونكم. فالمعدات كمان يعني مو افضل شيء. يعني حتى المايك والكاميرا كل شيء رخيص تقريبا، نسبيا رخيص هو مقارنه بشغلات احترافيه. هي كانت التكلفه. غير هيك ما راح تشي تكاليف. يعني مثل ما قلت لكم الشباب بدون مقابل، وشو كمان وبس، ما راح تكاليف نهائيا. استنوا فيديوهات جديده لنشوف شو بيصير. بشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.